قررت إني أبات في المزرعة في اليوم ده، بس من غير ما يعرف. اتصلت بواحد صاحبي، شرحت له الموضوع وفهمته إنه عايزه يدخل معايا المزرعة. فبدأت الخطة الشيطانية. دخلت أنا البيت جوه وراح راجع راكب العربية وطيران مشي. كانت الساعة ساعتها كده 1:03. سمعت صوت حاجة بتعمل على الإزاز كده، زي إيه؟ صوت خدش على الإزاز في الشباك اللي فيه الكاميرا اللي بتصور أوضة جابر. رحت ناحية الشباك. كانت المفاجأة. لما قربت من الشباك شفت كده زي خيال واحد واقف بره وكان عمال يتنطط زي القرود. لقيت واحد لابس جلابية مش نظيفة، شكله غريب قوي، وكمان حافي، مش لابس حاجة في رجله. بصراحة كنت خايف افتح الشباك. هو كمان كان عمال يخربش على الشباك بإيده كده. ولما ايده قربت من الشباك لقيت ضوافره طويلة مش نظيفة خالص، كأن ما جاش عليها مية بقالها زمن. خدت بالي ان ودنه شكلها غريب جدا، مش شكل ودان البني ادمين خالص. ما قربت من الشباك كان عمال يضحك ضحكة هستيرية، بيخربش على الازاز بعصبية بطريقة مخيفة. انا بصراحة رجعت ورا عشان ما يشوفنيش، ووصلت لحد نص الصالة كده. لقيته عمال يلف حوالين البيت والخيال بتاعه بيبان عند كل شباك، وكان بيقف عند اي حتة فيها مكان للدخول ويقعد يخربش عليها كأنه عايز يدخل. بصراحة الإحساس بتاعي ساعتها كان هو الخوف بعينه. كنت حاسس بأشعار جامدة جدا في جسمي، كان جسمي متلج. كان واقف عند الشباك ومقرب وشه على الإزاز. وشه مش شبه وش البني آدم الطبيعي، وشه محروق، ملامحه مش باينة. الدنيا كانت ضلمة جوه البيت وكمان بره كان ضلمة، بس القمر كان عامل ضوء بسيط. لقيته جه عند أقرب شباك ليا، كأنه شايفني أنا فين في البيت بالظبط. راح ضحك ضحكة جنونية وصرخ صرخة مرعبة، وبعديها سمعت صوت ازاز بيتكسر واختفى بعد كده. قعدت في مكاني من غير ولا حركة، وقررت ان انا مش هتحرك من المكان ده غير لما النهار يطلع. ولكن للأسف بطارية الموبايل كانت قربت تخلص، يعني معنى كان ان انا هقعد في الضلمة. ولقيت صاحبي محاول الاتصال بيا كذا مرة، ولكن انتوا عارفين ان الشبكة وحشة جدا في المنطقة، فما عرفش يوصل لي. حاولت ابعت له رسالة، ولكن للأسف الشبكة واقعة خالص، منفعش ان انا ابعت الرسالة. فضلت قاعد فترة طويلة جدا وانا مغمض عيني وقافل التليفون عشان ما استهلكش البطارية. عايز اقول لكم ان انا كنت حاسس ان في مخلوقات عمالة تتحرك حواليا، خيالات كده، مفيش اشكال محددة، ولكن خيالات عمالة تروح وتيجي جنبي مع اني في الضلمة. انا مش عارف المخلوق ده حقيقي ولا هلاوس ولا ده حلم وانا اصحى منه. بصراحة دي ارعب ليلة عشتها في حياتي. فضلت مغمض عيني وانا حاسس ان انا محبوس في سجن، وشعور الخوف مسيطر عليا ودقات قلبي زي الموتور. كان خوفي بسبب ان انا عمري ما شفت جن في حياتي. فكون ان انت تشوف جن بعينك قدام عينك كده وانت صاحي حاجة صعبة جدا. الساعة جت 3 بالليل والموبايل بدأ يدي إشارة انه هيطفي. عايز اقول لكم ان انا متعود دايما يبقى معايا شنطة اللابتوب بتاعتي فيها كل حاجة، فيها وصلات شحن وفيها باور بانك وفيها يو اس بي ميموري، بحيث ان انا لما اروح اي حتة محتاجش اي حاجة. لكن في اليوم ده بالذات نسيت وصلة الشحن من اللابتوب للموبايل، وما كانش فيه اي شحن معايا. فضلت قاعد وانا مغمض عيني، والساعة 3:11 بالظبط لقيت اللابتوب بتاعي بيعمل صوت اذان الفجر. مش عايز اقول لكم قد ايه حسيت بالامان بعد ما سمعت الصوت ده. بالرغم من ان الموقف عصيب، ولكني حسيت ان انا هخرج من المأزق ده اللي انا فيه، او اللي انا حطيت نفسي فيه. استجمعت قوتي وبدأت اروح ناحية الشباك، وكانت الدنيا هادية خالص. طبعا عايز اقول لكم ان انا مرضتش اشغل قرآن، لان المكان هناك الصمت والهدوء فيه لدرجة ان انت ممكن تسمع وانت بتبلع ريقك. كنت عايز ادخل الحمام، ولكن استحالة طبعا الا لما النهار يطلع. الساعة بقت 4 وبدأ زرقان السما يفتح شوية، والدنيا بدأت تاخد شوية بسيط قوي نور. هانت كلها دقايق والنهار يطلع، مستحيل اعمل كده تاني. طبعا وسط الكلام ده كله كان في بالي ان الكاميرات صورت كل الاحداث دي، فكنت متشوق جدا ان اعرف الكاميرا اللي عند الشباك دي صورت ايه.
تشوق جدا لأن النهار يطلع وأعرف فيها إيه الكاميرا. الساعة بقت 5 وبدأ النهار يطلع وبدأ الجو يبقى شكله مريح نفسيا شوية. وأخيرا لقيت بعض المزارعين بدأوا يطلعوا في الغيط. ياه، مش عايز أقول لكم الليلة دي عدت إزاي. وبقى همي حاجتين: الكاميرات فيها إيه وصورت إيه وإزاي هطلع من المكان ده. الكاميرات كلها محطوطة قدامي في الدور الأرضي ومفيش حاجة وقعتها وبتصور بشكل سليم. لمبة التصوير شغالة. بدأت أطلع الذاكرة من كل كاميرا، ولعلمكم أنا كنت كاتب على كل ميموري رقم الكاميرا عشان لما أرجعها أبقى عارف أنه كاميرا اللي بتصور أنه حدث. وسحبت الذاكرة وبدأت أشغل الفيديوهات، والكاميرا كانت بدأت تصور بالظبط الساعة 1 بالليل. يعني الحركة بدأت الساعة 1 بالليل بالظبط. طبعا أخدت أول كاميرا اللي هي عند الشباك اللي حصل فيها الموضوع بتاع الراجل وشغلتها. كانت الصدمة الرهيبة. الكاميرا مصورة ولكن مفيش أي حركة غير الحركة بتاعتي أنا بس، ومفيش حد واقف بره الشباك. والكاميرا مش مصورة غير الأحداث اللي حصلت كأنها بتصورني أنا بس. يعني لقطت الحتة اللي أنا برجع فيها لنص الصالة، والظل ما كانش باين في الشبابيك خالص. يعني التصوير مفهوش جنس مخلوق غير أنا بالنسبة لي اتأكدت 100% إن ده مش شغل بني آدمين، وإن اللي بيحصل ده شغل جن وعفاريت. طلعت الدور اللي فوق. طبعا كالعادة لقيت الشباك مكسور ولقيت حجرة مرمية على الأرض. عايز أقول لكم حرفيا إن أنا ما كنتش عارف أبلع ريقي. ده حتى وأنا بكتب لكم القصة دي وبسجل أحداثها وبفتكرها نفسي بيتحبس. وبقى قدامي حل من الاتنين: يا إما أكلم خالي وأحكي له على كل حاجة وهقوله إني هسيب المكان طبعا، يا إما همبش ورا الموضوع وأعرف قراره عشان بس أثبت إن مفيش حاجة اسمها جن بيطلع لبني آدم. كنت متفق مع صاحبي إن هو يجي الساعة 12 أو بعد 12 بشوية، وأول ما يجي يركن العربية بسرعة وينزل يقف عند باب البيت، بس بشرط ما يكونش حد واقف. والساعة 12:10 جت وكل الناس نايمة، ولقيت العربية جاية من بعيد، ووصل بالعربية عند الباب وراح نازل عند باب الشقة وراح مخبط عليا. طلعت له بسرعة واستلمت منه المفاتيح، وبعدين لما رحت عند العربية بصيت حواليا يمين وشمال ما لقيتش حد خالص، وتأكدت إن محمد مش موجود بره. كل الناس كانت نايمة. ندهت لصاحبي وركب معايا وخرجنا من الطريق وروحنا. طبعا أنا لما روحت كلمت خالي على طول، وعشان أخليكوا عايشين في الأحداث فأنا مثلت المكالمة اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي دي. يعني الصوت اللي انتوا هتسمعوه ده مش صوت خالي، بس ده كان نموذج من المكالمة، نموذج مقارب جدا ليها. ألو، ازيك يا خالي، عامل ايه؟ ازيك يا واد يا محمد، وازاي عيالك؟ الحمد لله تمام يا خالي، انت عامل ايه؟ تمام. بقول لك يا خالي، عايزك في موضوع مهم جدا. خير يا محمد؟ المزرعة فيها حاجات غريبة جدا بتحصل. حاجات زي ايه يعني؟ يعني مش عارف اقول لك ازاي، بس حاسس ان فيها حاجة كده اللهم احفظنا. وانت مالك؟ انت مركز ليه وبتقعد تدقق؟ هو حصل اكتر من موقف بصراحة ونفسي الاقي السبب. لا، مش لازم تلاقي السبب. الحاجات دي موجودة، لكن اللي بيركز معاها هو اللي بيحس بيها وممكن يشوفها. لا انا مش حكاية احساس، انا فعلا شفت حاجات. يا ابني انت صلي وقرب لربنا وخلي الحاجات دي في حالها. طب وإذا قلت لك اني شفت حاجات بعيني؟ عادي، هو تلاقيك انت لعبت في حاجة ولا قعدت تنكش. طب انت مرة قلت لي ان الطريق الممهد ده ملغم، فاكر؟ فاكر. طب ايه اللي حصل لك عشان تقول كده؟ وبعدين معاك. يا خالي ارجوك احكي لي، انا هتجنن خلاص. اهو ده الكلام الغلط بقى. ابعد عن التفكير في الحاجات دي عشان ترتاح. ما انا كل ما بيحصل حاجة بتخليني اركز اكتر في الحاجات دي. ممكن تحكي لي ايه اللي حصل لك يا خالي في الطريق ده؟ هحكي لك وانت حر. افتكر اني قلت لك بلاش. كنت مرة راجع من المزرعة وكان معايا ايراد المحصول. مشيت متأخر من الطريق الممهد، كانت الساعة 7. لما دخلت الطريق كنت سامع انه مليان حاجات مش كويسة، ومن النوع الضار كمان اللي ممكن تأذيك، تعمل لك مشاكل.
اول ما دخلت نص الطريق ظهر لي 3 شبان كانوا ماسكين عصيان. انا على طول قلت ان هم قطاع طريق، لكن لما قربت لقيت شكلهم شبه الذئاب. قعدوا يعملوا اصوات غريبة ومرعبة، ولقيت العربية وقفت. حسيت انها بتترفع من على الارض. بعدها رحت في غيبوبة طويلة، ولما صحيت لقيت نفسي واقع جنب العربية في نفس المكان اللي كان فيه الحالة. فتشت في جيوبي وفتشت في العربية كلها، لقيتهم ما خدوش حاجة خالص. طب كانوا بيوقفوني ليه؟ عرفت ساعتها ان في حاجة مش مظبوطة في الطريق ده. في مرة تانية كنت مروح بالنهار من نفس الطريق، طلع لي واحدة ست بتقولي ان انا عايزة توصل للطريق السريع. كانت ست كده سنها ممكن 60-65. قلت لها اتفضلي يا حاجة. ركبت معايا وفي نص الطريق بالظبط لقيت صوت غليظ طالع منها. مكانتش بتبصلي، كان الصوت بيقول وقف. انا سألتها مالك يا حاجة؟ قالت لي انت كلب ولا تسوى. ولقيتها حاولت تخنقني، كانت ايديها قوية جدا. قدرت ان اتخلص من ايديها. مديت ايدي على أجرة العربية وفتحت الباب وسط الصريخ والاصوات العجيبة اللي بتطلع منها، وزقتها بره العربية. طلعت جري على الطريق. ياه، ايه ده؟ معقولة الحكايات دي؟ طب انت ليه ما حكيتليش يا خالي الحكايات دي؟ يا ابني انا لو حكيت لك كنت هتخاف وكنت هتبقى مركز في الموضوع ده قوي. ماشي يا خالي، في حاجة تانية عايز اسألك عليها. ايه هي؟ محمد الحارس. بص، محمد ليه في تحضير الارواح، وبيعرف كمان يصرف الروح لو حد اتلبس، وليه في الاعمال والشعوذة والحاجات دي. كذا مرة كلمته في الموضوع ده قال لي هو خلاص بطل من زمان. طيب يا خالي، انا عايز اقولك ان انا مش هقدر اكمل في المكان ده، لان الحاجات دي بقت بتطاردني وبتطلع لي عيني عينك كده، وكل مرة اروح فيها المزرعة بيظهر لي حاجة. شوف يا محمد، انا ما كنتش عايز احكي لك على الحاجات دي عشان انت لما تركز فيها هتظهر لك، ولكن انت طالما طلبت ده فده من حقك. بس بعد اذنك عايزك تروح مرة واحدة بس تسلم محمد الحسابات. حاضر يا خالي، بس يا ريت ما تزعلش مني، بس فعلا الموضوع بقى ضغط عليا. ماشي يا محمد، مفيش مشكلة. عايز اقول لكم ان انا حسيت بتأنيب ضمير جامد جدا بعد المكالمة دي. حسيت كده ان في حاجة مش مظبوطة، ودخلت دماغي فكرة شيطانية خلتني متأكد تماما ان محمد هو اللي ورا الحاجات دي. اتحركت على المزرعة الساعة 10 عشان اروح اسلم محمد ملف الحسابات واخد اي حاجة هناك ليا لو كنت سايب حاجة هناك او كده، لان خلاص مش هروح تاني. والساعة 11:30 كنت وصلت قبل المزرعة بحتة صغيرة كده، فكلمت محمد يستناني، قلت له ما تروحش تنام عشان انا جاي لك ضروري النهاردة. وصلت المزرعة الساعة 11:30، ووصلت المزرعة او قبليها بشوية كده الساعة 11:30، واتصلت بمحمد وقلت له يا محمد استناني ما تنامش عشان انا جاي اصفي معاك الحساب لاني مش جاي هنا تاني. ولما وصلت لقيته مستنيني بالشاي والواجب والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ولكن حسيت في عينيه ان في فرحة جامدة جدا ان انا ماشي. ده كمان ايه، لقيته مجهز لي الشغل وبيقول لي انا واخد كل البيانات من عند حضرتك ومش محتاجين حاجة واحنا مراجعين لاخر وقت، كأنه بيمشيني يعني. كان مجهز الاوراق وكل حاجة. قلت له انا زعلان يا محمد والله، كان نفسي اكمل معاكم. قال لي لا ده احنا اللي زعلانين يا بيه والله جدا، وان شاء الله ربنا يوفقك في شغلك الجديد. عارفين الكلام ده الناس اللي بتشتغل في شركات عارفاه، لما بتبقى الشركة متوقعة ان انت هتمشي في اي لحظة ويكونوا جايبين واحد بدالك ومرتبين كل حاجة، واليوم اللي تقول لهم فيه عايز امشي يقولك مع الف سلام. نفس الحال كان عند محمد، فرحة غير عادية عمري ما شفته كده. اللي كان بيعمله محمد ده خلاني اعند زيادة، اقول في بالي ان انا مش هسيبك يا محمد غير لما اعرف انت وراك ايه، وانا كنت عامل لك ايه عشان تفرح كده وانا ماشي. قررت ان انا راقبه تاني من النهاردة، وقررت اني اقعد النهاردة واشوفه بيعمل ايه. بس للأسف صاحبي لما كلمته ما كانش فاضي، فمضطر ان انا اعمل الخطة دي لوحدي. هتبقى خطة صغيرة كده عشان تقسم ظهر البعير، يعني بمعنى ان دي اللي هتجيب الاخر. بعد ما خلصنا الحسابات والمراجعة محمد قال لي اشوف وشك بخير يا استاذ محمد وهتوحشني. قلت له وانت كمان يا محمد. قال لي حضرتك هتمشي دلوقتي؟ قلت له اه انا همشي دلوقتي. وراح حاضني وطبطب على ظهري كده وقال لي سلام عليكم ومشي. جبت عربيتي ومشيت،
وبعد المزرعة بحتة بعيدة كده رحت راكنها على جنب، ورجعت ماشي الحتة دي، وتعمدت ان انا امشي بالراحة عشان اوصل هناك تكون كل الناس نامت. وفعلا وصلت المزرعة كانت الدنيا فاضية. رحت داخل على البيت وقافل ورايا الباب، وقعدت جنب الشباك اراقب. بعد نص ساعة لقيت محمد طالع من البيت ومعاه الكيس الاسود اياها اللي بيطلع بيه كل مرة، وراح ناحية البير. المرة دي بقى انا قلت لازم اشوف الكيس ده فيه ايه، لازم اقرب منه وهو بيعمل الموضوع ده. هو مش هيعرف يشوفني غير لما يقرب من الشجر، لكن انا اعرف اشوفه. واتحركت لحد ما بقيت قريب منه جدا، وهو لسه واصل البير، وراح فاتح الكيس ورمى اللي في الكيس في البير. تخيلوا ايه اللي كان في الكيس. كان بيرمي عظم كبير كده، مش عظم صغير، يعني مش عظم فرخة مثلا، ولكن عظمة كبيرة، ممكن تبقى عظمة خروف، انا مش عارف. بس البير مش مكان انك ترمي فيه الكلام ده. طب ايه اللي هو بيرميه، وليه بيرميه في الوقت ده بالظبط بالتحديد؟ فضلت واقف ومستني ما اشوف هيعمل ايه. بعد ما رمى العظم راح لامم الكيس في ايده واتحرك ناحية بيته، ودخل البيت. وانا واقف عند الشجر مذهول لدرجة اني ما خدتش بالي ان هو روح. فجأة لقيت ورايا ظل واحد واقف، بس واحد ضخم جدا، يعني ظله على الارض ضخم جدا. ولما لفيت